والعاصي والمطيع لا ينجو منه ملك مقرب مع قربته ولا نبي مرسل مع علو درجته ورفعته. خرجت من دار الدنيا الدنية ووصلت إلى دار العقبى الأبدية. رحلت من دار المحنة والغرور والفناء ووصلت إلى دار النعمة والسرور والبقاء. فهذا أول منزلك من منازل الآخرة وآخر منزلك من منازل الدنيا الفانية. فالآن قد ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن، فلا تخف منهما ولا تحزن عنهما، فإنهما عبدان مأموران بأمر الرحمن، سائلان عنك قائلان لك: من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوتك ومن أخواتك؟ فقل في جوابهما بقول صريح وقلب شريح ولسان فصيح: الله ربي خالق الأشياء، ومحمد النبي خاتم الأنبياء، والإسلام ديني، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، والمؤمنون إخوتي، والمؤمنات أخواتي. واذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا، وهي كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واعلم أن الموت حق، والقبر حق، وسؤال المنكر والنكير فيه حق، وأن الحشر والنشر حق، وأن لقاء الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، وغفر الله لمرحومكم لأستاذنا وسيدانا ملا عبد الرزاق، ولأمواتنا جميعا، وإلى روحه وإلى أرواحهم الفاتحة. الحمد لله.